لو انت مهتم ومتابع الحضارة المصرية القديمة اكيد سمعت عن اسم امون او الاله امون او امون رع. لكن يا ترى تعرف مين هو امون؟ لو عاوز تعرف الحكاية تابع الحلقة دي معايا. امون بقى هو اسم مشتق من الجذر المصري القديم امن، وهي تعني الخفاء. كان المصريين القدماء بيعتبروه هو القوة الخفية التي تحكم الكون. امون كان المصريين القدماء بيعتبروه اله محلي في منطقه طيبه اللي هي الاقصر حاليا، وبدا امون ينتشر لانه يبقى المعبود الرئيسي لمصر، خاصه في عهد ملوك طيبه اللي حكموا مصر كلها في الوقت ده زي احمس وتحتمس الاول. كان بيصور امون بقى على انه رجل ليه تاج بقرنين طويلين وبينهم قرص الشمس، واحيانا كان بيصور برضه على انه كبش كحيوان مقدس. وكان مركز عباده الاله امون في معبد الكرنك، وكان بيعتبر اهم المعابد المصريه القديمه. اكتسب امون قوه كبيره جدا خاصه في الاسره 21، لدرجه ان كانت كهنه امون مسيطره جدا على الحياه السياسيه في مصر. ولما اتحد الاله امون مع رع اصبح ينظر اليه كالشمس التي ترى رع، وقوتها الخفيه التي لا ترى امون، بمعنى ان امون هو القوه الخفيه التي تحكم كل العالم. وبكده النهارده عرفنا معلومه جديده عن امون في الحضاره المصريه القديمه. يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، تشوفوني في حلقه جديده مع حكايات مع ابراهيم العسيلي.